Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bikin saya gila, tapi saya nggak bikin keluarga saya mati. كلنا الاخوان شفنا واحد الفيلم اللي دار ضجة في العالم وهو مكموم او سجين. فمكموم كتعني مأموم، والمأموم هي الامام كما شفنا في ذاك الجزء ديال السجين اللي كان ديك البنت كتصلي ومن مورا واحد السيده اخرى اللي من الجين. وكلمة سجين اللي هي واحد السجن صغير ضيق، وهو مصطلح قرآني يشير إلى مكان يذهب إليه الفجار أو كتاب بعد موتهم. فواش بصح هذا الفيلم هذا إلا تفرجتي فيه غتجيك اللعنة الشيطانية؟ واش فيه بصح السحر الأسود؟ كل شيء هادشي غادي تعرفوا عليه في هذه الحلقة. بزاف ديال الناس خرجوا كيقولوا للناس ما تفرجوش في هذا الفيلم هذا حيت يقدر تلبسوا بشي حاجه، والله اعلم. حنا المسلمين متفقين ومتفاهمين على واحد الحاجه، واللي هي كنامنوا بالجن، والجن كاين ومذكور في القران الكريم، اذا حنا المسلمين مآمنين به. والحاجه الغريبه بزاف هي ان هاد الناس هادو مثلوا وهما راه مسلمين. المهم غادي نهضروا على الاحداث اللي كتبدا بها القصه وعلاش داروا هاد السجين النسخه الاندونيسيه الجزء السابع. الفكره اللي كتدور في الفيلم واللي عندها علاقه بالسحر او السحر الاسود، اللي هي البطله ديال الفيلم اللي كتبغي ولد عمها، مع العلم ان ولد عمها مزوج بسيده اخرى وعندهم وليدات، وكتقول ليه بنت عمو انا راه حامله منك فخاصك تطلق مراتك وتجي عندي انايا. فانا قال لها لا ما يمكنش، وانا ما عندي بك حتى شي علاقه، اذا بلا ما تحاولي تدخلي هاد المواضيع لراسي، حيت انايا ما كنبغيكش وكنبغي بنت اخرى ومزوج بها ودير انا وياها وليدات، يعني غير تفرقي عليا. وفاش دار لها هكا الاخوان حست بواحد الحسد والكره في القلب ديالها، وناض بات تنتقم منه بالسحر الاسود. ولكن هذا السحر بات ديرو ليه هو والعائله ديالو، ولكن الحاجه الكبرى او الصدمه الكبرى هو انه غادي تقلب عليهم في الاخر كاملين، حتى هي. وهنا الاخوان فين غادي يبداو الاحداث الخطيره والمرعبه ديال بصح. وهاد النسخه الاخوان هزوها من نسخه تركيه، مع العلم ان النسخه التركيه هي النسخه الاصليه. واختار فيلم نقولوه كاع اخطر فيلم هو سجين الجزء الاول النسخه التركيه، واللي خرجت في 2014. وهاد النسخه الاندونيسيه كتشبه بزاف النسخه التركيه ديال 2014 في الاحداث وفي القصه وفي كل شيء، ولكن هاد النسخه الاندونيسيه هربانه بزاف وكتخلع جار بصح، حيت زادوا فيها المؤثرات وضبطوها بالمونتاج وداروا فيها الموسيقى اللي كتخلع وزيدوا والماكياج طوروه وزيدوا. واللي ما يعرفش بان هذا الفيلم مقتبس من قصه حقيقيه، مقتبس من قصه حقيقيه طرات قديم. السؤال المطروح، واش بصح هذا الفيلم هذا مديورين ليه السحر الاسود؟ من الاخر واش هانيه الا تفرجت فيه؟ الاخوان خدموا معايا عقلكم وركزوا معايا مزيان، خدموا شويه اللوجيك. دابا هادوك الناس اللي مثلوا راه حتى هما غادي يشد فيهم السحر الاسود، يعني الا انت تفرجتي فيه ما غادي يشد فيك، يعني حتى هادوك غادي يشد فيهم السحر الاسود وغايوليو مسطين ومخربقين وحماق، ما غاديش باقي يوليو فنانين ممثلين، غيوليو مسطين حماق. اخر فيلم ليهم هو سجين. فالاخوان مثلا الا جبنا البطله ديال الفيلم وفرجناها في الفيلم اللي مثلت فيه هي، راه غادي تخلع، حتى هي غادي تخلع وما غاديش تفرج فيه، واخا هي اللي مثلت فيه غادي تخلع. علاش؟ حيت كيزيدوا على الافلام مؤثرات ومونتاج وموسيقى هربانه ماشي بحال الكوارث، وهذا الشيء هو اللي كيزين الافلام المرعبه، وماشي بحال الافلام ديال الاكشن وداكشي الاخر، داكشي كيكون فيه مخدمه حتى هي الاغاني وسميتو، ولكن كتكون تماك خدامه الكرومه الخضراء بزاف. خلاصه ديال القول، واش نتفرج فيه حلال ولا حرام؟ اكثر نصيحه الاخوان نعطيكم هي انكم تمشيو تسولوا شي واحد اللي فاهم في الدين، تسولوا شي شيخ
او شي فقيه اللي يكون عارف هذا الشيء نيت وغادي يعطيكم اجابه احسن مني انا. والحاجه اللي غنعطيكم انا هي بلاش ما تفرج فيه، حيت اصلا داك النوع ديال الافلام كيكون مجهد ديال بصح وغادي ياثر فيك نفسيا ضروري. ومع العلم ان هذا الفيلم هذا باقي ما يخرج، بلا ما يجي واحد يكذب عليكم ويقول تفرج فيه ما فيه راه باقي ما خرج. يلا كاين فيه السينما التركيه والسينما الاندونيسيه. خرج لي بزاف الاندونيسي. فهذه هي النهايه ديال الفيديو الاخوان، كان خفيف ظريف جيت نبسط لكم ونشرح لكم هذا الفيلم اللي داير ضجه دابا في العالم، واش تفرج فيه ولا لا، واش حلال ولا حرام، واش فيه السحر ولا. الموضوع ديال السحر هضرنا عليه، يعني كون كان السحر كنت تصاوبوا دوك الممثلين كنت ما تصاوبوا تفليباو وما غاش باقي يكونوا فنانين وممثلين. هاد القضيه ديال الفيلم ديال سجين داخله بالدين وغادي نهضر عليه ضروري. فالاخوان كما كنعرفوا ان الدين خط احمر. فهذه الحلقه الاخوان كانت خفيفه ظريفه كما قلت لكم، ما تنساوش ديروا لايك، بارطاجوا الفيديو مع اصحابكم بيت البارطاج، فان الدعم ديالكم الاخوان ضعيف بزاف، الدعم ضعيف بزاف. بين اللايكات البارطاج لا في يوتيوب لا في فيسبوك. وشكرا. ما غاديش نقول لكم بسلامه، ولكن غادي نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد.